حصل خلال اليومين 3 اللي فاتوا، وهو مرتبط بالقضيه الفلسطينيه. والحقيقه في رابط غريب بين فيديو حديث لمرور سفينه حربيه تحمل العلم الاسرائيلي في قناه السويس، وصوره تم تداولها ثبت بعد كده ان هي صوره من نهايه التسعينات، والمشاعر بين المشهدين واحده. المصريين اللي واقفين في الصوره بيبصوا على السفينه اللي بتمر من قناه السويس في نهايه التسعينات وبيعملوا لها كده، والفيديو الحديث اللي الناس واقفه وبتبص فيه على السفينه، والمشاعر واحده. لان الشعب واحد، ولان القضيه واحده، ولان العدو واحد، ولان الخذلان الكبير اللي احنا يملأنا شعور بالذنب بسببه، لأننا خذلنا أنفسنا بما أننا خذلنا أهلنا في غزة، خذلنا فلسطين اللي هي قضيتنا الأولى. هذا الشعور بالخذلان أشعر به أنا شخصيا، وأشعر بالتقصير أنا شخصيا، ولدي شعور بإدانة النفس، شعور بالذنب. إزاي أهلي في غزة محتاجين شربة ماء وأنا مش قادر أوصلها لهم؟ هذا الشعور أعتقد أنه يثقل روح مصر وضميرها، والشعب المصري هو الشعب المصري لم يتغير. في كل وقت هتلاقيه مع كرامته وحقه وحريته المفتقدة واللي بيسعى لها بنبل عبر تاريخه، وفي كل وقت هتلاقيه مع أمته وبالذات مع فلسطين، وعلى الأخص هتلاقيه في كل وقت مع غزة، لأن غزة بالنسبة لمصر جزء منها زي ما هي جزء من فلسطين. هذا الخذلان المخجل والمهين اللي بشعر بيه كل من عنده شعور في أمتنا العربية أو في العالم الإسلامي أو في العالم، أعتقد أنه أفدح لدينا نحن المصريين. وإحنا عدائنا للمشروع الصهيوني عداء أصيل منذ بدأ هذا المشروع، ومنذ دفعنا ثمن التصدي له عبر حروب متتالية. وكامب ديفيد اللي هي بعتبرها هدنة ما بين حاكم مصر وما بين الكيان الصهيوني لم تكن سلاما في أي لحظة ما بين الشعب المصري وما بين هذا الكيان الغاصب. عشان كده أما النهاردة بنشوف المصريين بيعبروا عن مشاعر غضبهم وكراهيتهم لإسرائيل ولمرور باخرة حربية صهيونية في قناة السويس، هم بيعبروا عن روحهم وعن حقيقتهم وعن موقفهم من الصراع العربي الصهيوني، وعن موقفهم من هذا العدو، وعن موقفهم من كامب ديفيد بعد 4 عقود أو يزيد من انعقادها كهدنة مؤقتة مع هذا العدو. اعتقادي ان ده أضعف الإيمان، يعني اللي شفناه في المصريين اللي بيعملوا كده في نهاية التسعينات في الصورة، هم بيعملوا كده الآن وهيظلوا يعملوا كده لإسرائيل ويعملوا كده للمقاومة. هتظل دي مصر لأن دي روحها، ولأن قدر مصر وقدرها إنها تكون في مواجهة أعدائها، وأخطر وألد هؤلاء الأعداء هو إسرائيل.